بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقريبا هذه شي عام كنت قلت لكم غنتكلم على القصة ديال الطلاق ديال منتصرة، الكوبل ديال مكناس. ودابا جا الوقت المناسب باش تعرفوا الحقيقة ديال هاد الناس هادو، كيفاش غنعاود لكم القصة ديالهم من الزواج ديالهم حتى الطلاق ديالهم. لأن علاش هذا الاقتراح ديال منتصرة قالت لي زعما، قالت لي انا بغيت هذه القصه ديالي ياخذوا منها الناس العبره، وفي نفس الوقت يستافدوا منها الناس اللي مقبلين على الزواج، وحتى الناس اللي مزوجين غادي ياخذوا منها شحال ديال النصائح وشحال ديال العبر. اذا بسم الله على بركه الله. اذا المنتصره هي ما قالت لياش، قالت لك يعني ما بغاش تعرف الاسم ديالها ولا حتى المنطقه فين كاينه، ولا الهدف ديالنا من هذه القصه هذه ماشي باش نشهروا بهاد الناس ولا باش نعيبوا عليهم ولا باش سميتو، ولكن فقط باش الانسان ياخذ الاحتياط. لان سبحان الله العظيم حنا في هذه الدنيا ما حدك عايش وكتعلم، ما يتمكنش تقول انا كنعرف كل شيء. الدنيا ما كتوريكش كل من هي حاجه، ما حدك كتعرف الناس وكتعاشر مع ناس اخرين عاد كيبانوا لك شحال ديال الحقائق. هذه حال الدنيا زعما. هذه بتجربه ديال الناس اللي سبقونا في الدنيا، كيقول لك زعما الانسان ما حدو عايش، ما حد الانسان كيستافد، ما حد الانسان تيعرف شحال ديال المسائل. المهم على بركه الله غادي نعاودوا القصه من الاول كيفاش تعرف عليها هاد السيد هذا. المهم هما من الاقارب، وهما عائله وحده. هي كانت مشات لديك البلاصه حيت هي في مدينه وهو في مدينه. كانت مشات باش تحضر العرس ديال خوها. شافها هو في داك العرس، عجباتو، هو يقولها قالها لختو. جات عندها اختو قالت لها منتصره، قالت لها راه خويا باغاك للزواج، يعني اشنا هي الشروط ديالك واشنا هي؟ قالت لها هو بصراحه، قالت لها انايا الشرط ديالي الوحيد هو يسكنني بوحديتي. وهي تقول لها وهي ما بغيتيناش. قالت لها لا انا ماشي ما بغيتكمش، ولكن بغيت يكون، قالت لها بالعكس حيت انا كنبغيكم، بغيت يكون التقار بيناتنا ويكون الاحترام بيناتنا، تجيو عندي عزاز ونجي عندكم عزيزه. هذه هي الفكره ديال المنتصره، يعني قبل ما تزوج. وهي قالت لهم كلشي اللي كاين قبل ما يديروا في الطاجين ما يتحرق، قالت لهم كلشي من الاول. صافي وهي تقول لها صافي مشات هضرات مع خوها، قالت لي صافي وجات لعندها قالت لها صافي غير عندك تغدرينا غير صبري علينا وهذا. المهم راه داكشي اللي بغيتي راه غادي يكون. هادشي اللي قالت لها اختو اللوسه. اللوسه يا اللوسه. ايوا صافي. وهي بصراحه منتصره كان بغاها شحال من واحد في ذاك الوقت، ولكن زعما ملي استشرت مع الوالد ديالها وداكشي قال لها زعما كاينه احسن واحد من العائله من الاحسن، يعني كنقولوا القرابه زعما كاينه راه احسن، القريب راه غادي يحن فيك وما غاديش يأذيك وما غاديش يضرك حتى شي حاجه. هي هذيك صافي. المهم فاش كانت هي في مدينه اخرى، لان واخا كانت الهضره ديال انه غيتزوج بها، ولكن داز عام عاد باش تزوج بها. المهم كانت ديما الاغلبيه كانت كتصل بها ديك الساعات، ما كانش البورطابل، كان ديك الساعات التليفون الفيكس، كانت كتصل بها وكتقول لها ايوا عندك تغدرينا، ايوا راه صافي راه خويا راه شرا بقعه، المهم كوني هانيه، داكشي اللي بغيتي راه غادي يتحقق. منتصره بحكم انها كانت كتقرا بزاف ديال الكتب، وبحكم انها عندها صديقات سبقوها بالزواج، من الامور اللي استفدتها زعما كاينه التقار ما بين العائله، كيكون من الاحسن باش ما كيكونش داك التصادم، وباش ما كيكونش شحال حاجه. وكتعرفوا يعني بنت في عز الشباب ديالها، يعني باغيه تعيش حياتها، كاي وحده باغيه تزوج باش تعيش حياه ديالها نقيه وفرحانه ونشيطه الى غير ذلك. المهم هي هذيك تم الزواج، تزوجوا يا سيدي، مشاو لواحد المدينه واحده اخرى. المهم دازت الايام وهو يتوفى. دازت الايام وهو يتوفى شيخها الله يرحمه. منين توفى شيخها الله يرحمه، عجوزتها شدات واحد المقدار من المال على، يعني على داك كيتسمى العزاء. وهذاك المال، مع داك المال يعني راه ديال الام وديال الولاد حتى هما، يعني داك المراه ديال الام وديال الوليدات. هي هذيك سيدي منين توفى الوالد، منين توفى شيخها الله يرحمه، اللوسه. اللوسه يا سيدي، وما ادراك ما اللوسه. اللوسه كانت جالسه مع خوها في البيت وكتبقى تهضر معاه.
منتصره ملي كتبغي تدخل للبيت كتسكت، ما كتزيدش الهضره، حتى كتخرج عاد كتبقى تهضر. صافي منتصره فهمات راسها، مع ما شاء الله هي واحده انسانه مثقفه واعيه، قالتي نخليهم يهضروا على خاطرهم، يعني بين الاخ واختو ماشي مشكل، نخليهم يتكلموا على خاطرهم. خرجات خلاتهم تيهضروا. ديك الساعات هي كتعمر ليه راسو، كتسرجي ليه راسو بداك الشيء بالمصالح ديالها هي اللي بغات. وشنو قالت له؟ قالت له دابا هذيك البقعه اللي كنتي شريتي لراسك، ديك البقعه اللي شريتي لراسك غادي نشدو هاد الفلوس ديال الوالد. دابا هذيك الدار، قالت لي هذيك البقعه اللي شريتي غادي تبيعها وغادي نشريو دار. قالت لي غادي نشريو دار وغادي تكتبها بسميت امي وسميتك، يعني غادي يكتبوها بسميتهم بجوج. صافي هو داكشي اللي دار. هي منتصره ما فراسها ما يتعاود، يعني هذيك منتصره بحال جايبينها من الزنقه. ايوا صافي تصوروا منتصره ما ساقتش الخبر حتى كيتقادوا الوراق، وعاد كتشوف يعني الطليق ديالها، كتقول له شنو ديال دوك الوراق اللي كتصايب؟ ويقول لها قال لها انايا غادي نشري الدار وغادي نكتبها بسميت امي غنكتبها بسميت امي وسميتي. وهي تقول له واش هادشي علاش اتفقنا فلان؟ قال لها وانايا شنو غادي ندير؟ قال لها انايا ما عنديش انايا الجهد باش ندير دار بوحديتي، اذا غادي نديرها وسميت امي. صافي هي هذيك نط واحد الجدال، تناقشت مع عكوزتها، يعني داكشي مناش كانت خايفه، هاي بدات كطيح فيه. هي كانت خايفه على ان هاد العائله يكون بينها وبينها الصدام، وفعلا بدا الاصطدام. من تما بداو المشاكل. هي هذيك وتناقشت مع العكوزه وتناقشت مع لوزتها، قالت لها ايوا يا فلانه هادشي علاش اتفقنا النهار الاول. وهي تقول لها ايوا راه ولادك ما فيهمش الثقه، ايوا راه ولادك راه ما فيهمش الثقه. ايوا صافي المهم نط واحد الحرب. من بعد منتصره استسلمات، قالت ماشي مشكل، نفوت هاد المساله هادي، نتشاركوا في هذيك الدار ماشي مشكل. واخا تيقول لك هي هذيك منتصره هي واحد المراه مكافحه، بحكم انها جايه من واحد المدينه كبيره. فاش ما جيتيها ما شاء الله، يعني عزيز عليها تخدم، عزيز عليها تكون ناجحه في الحياه، عزيز عليها تلبس احسن ثياب، عزيز عليها. المهم واخا كيكونوا الظروف، واخا كيكونوا المشاكل، كتحاول دائما هي دير راسها بحال راه ما كاين والو، واخا راه القلب ديالها راه كيتراكم. وهذه اكبر غلط كنديروها حنايا، على انه كنخليو التراكمات في القلب ديالنا. ولكن الانسان اي حاجه ضراتك خصك تواجه البشر، خاصك تكون مقصدر في هذا الزمان، خاصك تكون مقصدر باش تعيش مع الناس المقصدرين. هذا هو الواقع. اما زعما باش تقول يعني غادي نطبق الاسلام ولا غادي نتقلى في هاد الناس ولا لا، راه ما كاينش داكشي، غادي في الاخر غتكون انت هو الضحيه. هادشي هو اللي كاين، هذا هو الواقع. هي هذيك تشاركوا يا سيدي، تشاركوا في هذيك الدار. المهم راجلها هو اللي دخل الضوء، هو اللي دخل الماء، هو اللي ما كانش ليها الفايونس، هو اللي دارها الفايونس. المهم دار لها شحال ديال الاصلاحات لهذيك الدار. هي هذيك ما دازت حتى واحد المده، ويا سيدي العجوزه الله يرحمها لا وصلها ليها الله يرحمها، قالت لمنتصره، قالت لها هو كاع الموظفين دايرين شي حاجه الا ولدي ما داير والو، ما عنده حتى حاجه ما داير والو. وهي تقول لها منتصره ياك عجوزتي، وديك البقعه اللي تباعت فين مشات، وهاد الدار شكون اللي دخل الضو، شكون اللي دخل الماء، شكون اللي دار هادي، شكون اللي دار هادي. خلي داكشي اللي ما خاصناش نهضروا عليه نهائيا، لان تنقولوا راه الواجب، لانك تقول الوالدين فوق الراس والعين. الله مريض خاص هو اللي يتكلف به، اللي بغى يتزوج يدير العرس خاص، اللي ولدات كيخص يمشي يهز اختو من مدينه لمدينه اخرى، لان كتقول لك هي خاصها المحرم تيعرفوه غير في الحاجه اللي فيها المصالح. هادشي الدين والكتاب والسنه كيعرفوها غير في الحاجه اللي فيها المصلحه ديالهم. ايوا هي ديك الا ولدات ليه اختو كيخص يمشي يتكلف، واخا ما يكونش عنده، كتقول يتسلف باش نمشيو عند اختي لانها ولدات، مع ان الزوج ديالها موظف وبالماندا ديالو صحيحه. المهم
هي هذيك منين سيدي نرجعوا ثاني للدار. منين كملات الدار تصايبات دار ليها كلشي المسائل، ايوا هي تقول وهي قالت لها عكوزتها ايوا كاع الموظفين دايرين الا ولدي حتى حاجه ما عنده ما داير والو. صافي هي واجهتها منتصره، قالت لها ياك شكون اللي دار هادي وشكون اللي دار هادي شكون اللي دار هادي شكون اللي دار، وهي تقول لها هي دابا داير اش عنده؟ قالت لها ما داير والو. قالت لها ما عنده حتى شي حاجه. قالت لها اش كيعطيني واش داير ليا وما فعل حتى شي حاجه. صافي هي هذيك. هاي واحد الضربه قاضيه لمن المنتصره من طبيعه الحال. الضربه قاضيه المنتصره. من بعد شنو دارت المنتصره؟ ناضت عاوتاني كتكافح من جديد، كتخدم، كدير التجاره، كتبيع، كدير الحجامه. المهم فين ما لقات شي حاجه باش كترزق كتحاول باش يعني دير شي حاجه تكون مستقله فيها، باش تعيش ديك الحياه الزوينه، ديك الحياه اللي قرات عليها. لان هي قبل ما تزوج قرات شحال ديال الكتب على طاعه الزوج وكيف تعامل المراه زوجها وكيف قالت زعما كاينه باش تطبق هذيك الحياه اللي قرات تطبقها مع هذاك الزوج، ديك الحياه الزوينه النقيه. هي هذيك ناضت منتصره كتبي، ناضت منتصره كتكافح باش دير يعني حتى هي شي حاجه اللي تكون خاصه بها. وفعلا جمعات واحد البركه ديال الفلوس، جمعات واحد البركه من المال. صافي هي تقول للزوج ديالها ايوا جي دابا نشريو في بلاصه، نشريو زعما كاينه في بلاصه اخرى. وفعلا شرات، ولكن الظروف يعني الظروف ديال الحياه والمعيشه كان الوالد ديالو مريض الله يرحمه، كان يعني شحال ديال الظروف كان هو دائما كيتكلف. دابا هما راه كيقولوا هذا الولد هذا هو احسن واحد في العائله. ما عرفتوش علاش انه احسن واحد في العائله، لانه كان دايلا لا مولاتي، لان ما كانش ما عمرها كانت كتحبسو على انه يحسن لوالديه والله يعطي الوالدين. ما عمرها كانت كتقول راه الوالدين فوق الراس والعين. وقت ما اتصلوا به في التليفون جرى سمعا وطاعه، لان هي بنت الناس، ماشي شي بنت الحرام اللي فيها التقوليات. منتصره بنت الاصل، ماشي شي وحده بنت الحرام، شي وحده اللي فيها التبوحيط وتي حراميات. منين تعرف الراجل غادي يمشي يخوي جيبو، غادي يمشي سميتو دير ليه شي حاجه ولا سميتو باش يجلس للارض، كان طالقه ليه اللعب. داكشي اش كتقولوا هو احسن واحد في العائله، حيت لقيتو فيه داكشي اللي بغيتو، تديروا فيه داكشي اللي عجبكم. داكشي علاش هو احسن واحد في العائله. المهم نكملوا. هي هذه كما قلت لكم السيده كافحات حتى تبنات هذيك الدار وحده اخرى. ولكن كما قلت لكم الظروف اللي دازت عليهم خلاتهم دائما مزيرين ماء، دائما مقجوجين، دائما مقشفين. هي كتعيش واحد الحياه ديال التقشف، كتحاول تقتصد، حارمه راسها شحال من حاجه، كتقول ما كاينه. الاساسي هو هذيك الدار، الانسان زعما يدير هذيك الدار. وهذا غلط دارته. انا كنقول يعني لاي مراه عيشي نهارك وتهلاي في راسك ولبسي، والراجل خليه يتحمل المسؤوليه ديال كل من هي حاجه. ما تسوقيش ليه دار الدار ما دار الدار. المهم نتيا تكوني دائما طوب، ما تقوليش يعني تضحي ولا داكشي كامل غادي يرجع لك. لان الاغلبيه ديال الرجال مع احترامي ليهم الاغلبيه ديالهم ما كيبغيوش المراه اللي كتضحي معاهم، لا من بعد غادي يديرك تحت الصباط. لا ما كيبغيش المراه اللي كتهز ليه الهام ولا كتفكر ليه، ولا ما كاينش هاد المسائل هذه. هي هذه كما قلت لكم شرات، المهم شراو بقعه بناوها. كما قلت لكم دائما السيد مزير، دائما ما عندوش، دائما هذا، دائما الديون، دائما هذا. صافي سبحان الله العظيم هي توفى الوالده ديالو الله يرحمها. المهم منتصره منين توفات عكوزها سبحان الله العظيم قالت هذه واحد الرحمه بغى يرحم الله هاد الاسره الصغيره. علاش؟ لانه منين توفات يعني هذيك الدار يعني غادي تفرق على النص يعني راه غادي ياخذوه الخواتات بجوجات، والنص غادي ياخذوا الراجل، ومع النص الاخر غادي ياخذ فيه حتى هو النص ديالو. هي شنو الفكره عندها؟ قالت صافي اذا راه غادي يتفكوا الديون
وغادي تفينا الدار اللي بداو كيبنيو فيها راه غادي تفينا وغادي نمشيو للحاج. يعني ما طالباش بزاف هاد السيده، هاد منتصره ما طالباش بزاف، قالت صافي يعني الاحلام ديالها راه غادي تتحقق. المهم فعلا باع ديك الدار. منين باع ديك الدار المهم تقريبا باعها بديك الدار باعها تقريبا ب 40 مليون. صافي بحكم منين توفات العجوزه الله يرحمها، قالت هي يعني في راسها صافي الحمد لله راه غادي يتفاجأ علينا، يعني غادي تحسن الاحوال ديالنا، غادي تحسن الظروف ديالنا الى الاحسن. صافي يعني قالت يعني راه من غادي يتباع الدار كل واحد غادي ياخذ النصيب ديالو وصافي. وراه هذاك الشيء راه فيه الكفايه باش الواحد يتوسع. هي هذيك كما قلت لكم ملي توفات العجوزه اللوسه جات ساكنه مع مرت خوها، جات ساكنه معاها وحتى هي زعما كاينه قبلات بها. قالت راه دابا هي راه بحال اختي بحال بنتي، ما غاديش نتخلى عليها، توفاو ليها وليدها ما غاديش نتخلى عليها. واصلا خوها ما عمرو تخلى عليهم نهائيا، خوها ما عمرو تخلى عليهم سواء كانوا بالماندا ديالهم ولا ماشي بالماندا ديالهم. كان واحد الوقت كان كيفرق معاهم الماندا بالنص، يعني ما عمر كانوا شي ما عمر زعما كاينه قالت لي علاش ولا شي حاجه. هي هذيك جات ساكنه معاها. منتصره نيه وحده، داكشي اللي في قلبها على لسانها كتقول اي حاجه. وهذا اكبر غلط كديروا المراه، انها تتشارك الاسرار ديالها مع اللوسه، لان قليل اللويسات اللي غادي يبغيو لك الخير وقليل اللوسات اللي غادي يبغيوك تكوني ناجحه في حياتك. هي هذيك كانوا مجموعين، كانت هي جالسه كما عاودت ليا، هي كانت هي جالسه هنا والزوج ديالها كان جالس هنا وهي كانت جالسه في الوسط وكانوا كيهضروا. هي هذيك وهي تقول له شوف فلان، قالت شوف فلان صبرت معاك 20 عام ديال الزواج، راه ما غاديش نزيد نصبر معاك 20 عام وحده اخرى. قالت ليه دابا هذوك الفلوس اللي شديتي يعني بديك الدار اللي بعتي، قالت ليه بغيتي تبني لختك فين تكون ماشي مشكل، يعني بني واحد طاجل تحتاني اصلا، يعني دابا حنا مجموعين في دار وحده، يعني ما يحتاج الفلوس كاملين تمشي تحطهم تما كاينه وحنايا نجلسوا عاوتاني نبقاو ديما حنايا في نفس الفيلم كيتعاود. صافي هو يقول ليها راه داكشي اللي غادي ندير. قال ليها راه قال لي خالي لو ما عرفت عمي شي واحد من عائلته هو طاشرون، قال لي راه قال لي 8 مليون 9 المليون غادي تفني لك الدار التحتانيه تقادها صافي وغادي تكون هاني. يعني مازال الخير غادي يبقى له الخير باش يفيني الدار اللي بنا هو ومراته، وغادي يبقى الخير يمشيو للحاج ويشرو الطوموبيل ويديروا شحال ديال الحوايج. ايوا يا سيدي على اللوسه بقات غير ساكته وحاضره عينيها الارض، ولكن هي كتخطط في راسها. تصوروا يلاه جات هذا اكبر غلط دارتو، لان اي هدف عندك في حياتك واي حاجه بغيتي تحققيها في حياتك ما تشاركيهاش مع الاخر، ما تشاركيهاش مع الناس الاخرين، ما تشاركيهاش مع لوستك، ما تشاركيهاش الاهداف ديالك والاحلام ديالك. هضري فيها بوحديتك وهضري فيها مع راجلك بوحديتكم، حتى واحد ما يكون حاضر. صافي قالت لي ها شنو دير وها شنو غدير وها شنو غادي دير. قال لها صافي انا داكشي اللي غادي ندير. وقالت لي بغيتك تعطيني واحد 2 المليون كانت سلفتها له ديال الذهب، كان عندها الذهب وباعته عطات ليه 2 المليون ديال الذهب. قالت لي وغادي تعطيني حتى 2 المليون ديالي ديال الذهب اللي عطيتك. قال لي صافي. تصوروا مجرد داز هذا الحوار بيناتهم لا غدا ليه بغات تسافر، بغات تمشي لعند العائله ديالها. وهي تقول ليها قالت لها منتصره وياك يلاه جيتي فين غادا؟ قالت لها راه غادي نمشي ندوز، راه عندي الطبيب وعندي. قالت لها جلسي ندوزك هنا، راه كاينين طبا هنا ندوز لك. لا مصره، قالت لك لا انا غادي نمشي. قالت لك غاديه تمشي. صافي هي هذيك مشات وساريه لاله خططي ليا مع داك عمك ولا خالك ولا اش كيجيك داك اللي طاشرون. مشات خططات معاه باش هذا الراجل ما يبقى عنده حتى ريال في جيبو، ويبقى في ديك المسيره ديال الزيار وديال الديون وديال الكريديات وفعلا حققت الهدف ديالها. تصوروا ما كامله حتى 15 يوم
وديك الدار عطاوها لاطاك. ديك الدار تصور ما كامله حتى 15 يوم. هذاك الطاشرون بنا لتحت وبنا الفوق، تصور حتى في السطح، حتى في السطح دار لي فيه البيوته. ايوا هو جا الراجل عند منتصره، قال لها منتصره بنالي يا خالي، ولا ما عرفت عمو لاش كيجي، قال لي بنالي يا خالي، زاد ليا في الفوق وزاد ليا حتى في الفوق. وهي تقول له منتصره ياك ماشي هادشي علاش اتفقنا، ياك قلنا له غير يصايب لتحت صافي، علاش بنا حتى الفوق وهذا. وقال لي هو يقول لها لا راه قال لي راه شاط ليا السلعه. شاط ليك السلعه بسلامه، هي حليب غادي يخسر. شاط ليك السلعه ولا بغيتي غير تغرق ولد اختك ولاش كيجيك، بغيتي تغرق ليه الشقه باش ما عمرو يزيد لك الدعم. وفعلا داكشي نيت ليها كما قلت لكم 15 يوم ما كامله حتى كملت هذيك الدار منتصره. المهم ديك الدار واقيلا في 15 يوم ما كاملاش دغيا طلع هذيك الدار دغيا طنطا وكلشي كيتدخل. عرفتي ديك الدار كلشي كيتدخل فيها كلشي. لا اله الا محمد رسول الله. شي قال لي دير ستره، دير هادي بحال ديك الدار ديال القبيله كامله. ايوا هي هذيك. المهم منتصره في نظركم هي الضربه، اي واحد الضربه الثانيه، الضربه القاضيه للمنتصره هي هذيك. منتصره في نظركم كيفاش غادي تكون النفسيه ديالها؟ هي هذيك اول مره كانت غادي تمشي لديك الدار، مشات صافي الدموع تينزلوا بلا ما تشعر، واخا بغات تحبسهم الدموع كينزلوا، واخا كتبين راسها راه كتضحك ولكن دموع كينزلوا. داك الدموع ديال الحرقه من القلب كينزلوا الدموع، لان اولا ما باغياش هي هذيك البلاصه، ما عجباش هذيك البلاصه. قلت لكم جا عندها قال المنتصره بنالي يا خالي الدار ماشي غير لتحت زاد ليا البيوت الفوق وكذا. وهي تقول لي ياك ماشي هادشي علاش اتفقنا. قال لي ايوا صافي. الوجه ديالو حمر بحال الفخذ اللي مزند، بحال هكاك الوجه ديالو، حيت هو ما كانش عاجبو الحال صراحه. ايوا هي هذيك الليله كامله ناعس وكيديرها كيتشوى. وهي تنوض منتصره قالت لي شوف، قالت لي هذاك خالك انا غادي نواجهه وغادي نقول ليه علاش يدير هكاك. ايوا صافي منين شاف منتصره بغات تنوض يعني العائله وتنوض ليها، صافي هو يقول لها ايوا حتى انا بغيت، انا عاجبني الحال وانت ماشي شغلك، ايوا انا رزقي ندير فيه ما عجبني، انت ما تدخليش في هذا الشيء هذا. صافي منين قال لها هكاك صافي يعني منتصره، صافي منين قال لها ماشي شغلك وهذا راجلها المنتصره، صافي من تما كاينه منتصره بدات النفسيه ديالها كتدهور، بدات النفسيه ديالها كتمرض، لدرجه انه وصلت انه ولات كتهضر بوحديتها، يعني بكثرت كتحس بالشمته وكتحس. المهم نهار اللي مشات زارتهم اخر مره كانت مشات زارتهم قالت لك دخلات مشات نيس لدار خال راجلها. دخلات لقات واحد خالته تما كاينه جالسه الله يرحمها، حتى هي راه مشات لدار البقاء. وقالت لها علاش درتو هكذاك؟ قالت لي علاش زعما كاينه ديروا هكذاك؟ هو مزير وهذا ما كاينش اللي عارف ولا يعقل عليك بانك راه مزير ولا ما كاينش داكشي. وهي تقول لها ايوا. قالت لي داكشي باش باع هذيك يبني هذيك وحده اخرى. هادشي اللي قالتي باش جاوبتها. وهي تقول لها شوفي وهي تقول لها خالته الله يرحمها راه مشات لدار البقاء، قالت لها شوفي، قالت لها انا ولد اختي الا قلت لي يتلاح في هذاك البير راه زوين راه غادي يتلاح فيه. وهي تقول لها منتصره ورا عندك الصح فعلا، يلاه منتصره كتبغي تخرج من واحد البير وانتم كتجيو تلوحوه بير واحد اخر، يعني هذا الانسان هذا ما عمره غادي يهز الراس نهائيا. صافي من تما كاينه النفسيه ديال منتصره كتدهور، خصوصا انه الطليق ديالها ما مقدرهاش وما اعترفش بها. تصور واحد الخطره عشقات غير تشري ديك سالامونجي، بغات تشري سالامونجي، قالت ليه فلان، قالت ليه شري لينا سالامونجي باش يعني ما بقاش تكرفس الدار، بداو ناكلو في الكوزينه وهذا. ويقول لي انا راه ما عنديش وانا مزير، وانا راه مزير على مراتو على المزير.
قال لي انا ما عنديش وانا مزير وانا هادي. صافي منتصره كيف ما العاده دائما كتقدر الظروف ديال راجلها. مشات عاوتاني خدمات كتكافح حتى جمعت واحد البركه وشرات سالامونجي وجابتها بالكاميون للدار وفرحانه بها وعجبها الحال. ايوا هي هذيك. نوض نتا يا سيدي، نوض نتا يا سيدي، ما كامله حتى 3 ايام ولا 4 ايام. سير هز سالامونجي حسن من هذيك وكبر من هذيك وهزها بالكريدي، هزها بالديون، وسير ديها، سير ديها عند اختك وحطها تما كاينه. شو زعما التصرفات كيفاش دايرين؟ من قالت لي علاش درتي هكذا؟ ياك قلتي كاع ما عندك، ياك انا الاولى، ياك قالت لي انا الاولى اللي سبقت. قال لي ايوا راه حتى هذيك راه داري. ولكن دابا بالله عليكم انا كنهضر دابا على العيالات اللي مزوجات، الا انت يا راجلك دار معك بحال هذا التصرف كيفاش غادي يكون ردة الفعل نتاعك؟ واش يعني غادي تضحكي؟ بالله عليك الا انت راجلك يقول لك راه اختي هي اللي سابقاك واختي هي الاولى واختي هي وبالسلامه هذيك الزوجه علاش جايبها؟ علاش جايبها هذيك الزوجه؟ غير كخادمه، خادمه في الكوزينه وخادمه في الفراش. صافي هادشي هذا هو الزواج عندكم. ولا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم من هنا بداو المشاكل. يعني المشاكل راهما تراكمات، حيت دابا بزاف ديال الناس في هاد الطلاق اللي وقع ليهم كل واحد كيلغي بالغاب. شي تيقول لك لا راه منتصره جاتها السن مراهقه، شي قال عليها لا واه راه كتعرف شي حد داكشي علاش دايره ليه هكاك. كل واحد المهم كيلغي بالغا، كل واحد كيقول داكشي اللي عجبو. معنا منتصره الله يلعن بها، هي هذيك منين وقع هاد المسائل كامله منتصره كتبقى كتجمع. هذا غلط كنديروه، هذا غلط. كيخص اي حاجه ضراتك مع اي شخص خاصك تواجهيه في البلاصه. عطيه ماش عطاك الله، عطيه اللي دالك شي حاجه قوليها لي فوجو. ما تخليش الامور تبقى تراكم، شي كيتزاد على شي نهار كيوقع ليه انفجار كيولي كل واحد كيهضر ومالها فلانه ومالها فلانه ومالها فلانه لا راه جاتها السن مراهقه متاخره، لا راه يمكن راه عندها شي صاحب داكشي علاش ولات دايره هكاك، لا راه كذا. المهم كل واحد كيقول داكشي اللي عجبو. ولا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله. المهم منين وقع هادشي هذا غرقوا عند مول الدروغري كيصيفط له شهريا. فبالتالي دائما شكون غادي يكون الضحيه؟ بطبيعه الحال المراه والوليدات. ما بقاش مازال قادر يخلص مول المواد الغذائيه، يعني ما عندوش من يصرف. اتفق مع مول المواد الغذائيه على انه باش بدا يعطيهم السلعه كل شهر، يعني الى غايه حتى يسهل الله عاد باش يخلص ليه داكشي. المهم مول المواد الغذائيه وصل عنده شي 4 المليون ولا شحال اللي وصل عنده ديال الفلوس. منتصره ما ملحقاش، الا بغات تشري الا صايبات غير كيكه ديال 3 د البيضات كينوض يدابز معاه يقول لها لا خاصك تهزي ليا الهم، خاصك انت اللي تهزي ليا الهم. الى متى هاد المره غادي تهز لك الهم؟ صافي من تما كاينه منتصره تحطمات نفسيا من هاد الاحداث هذه. منتصره تحطمات نفسيا، ما بقاش كتسوق مازال داك الراجل بحال كاين بحال ما كاين. الا جاب ليها الله شي تسافيره كتحاول تهرب دوك المشاكل ودوك الضغوطات، كتحاول تهرب منهم. وقت ما جاب ليها الله شي تسافيره كتمشي تسافر على اساس باش تنسى. ولكن هذا غلط كانت كديرو. تقاتل مع ولاد الحرام، تقاتل معاهم اللي دار لك شي حاجه عطيه على شي دور، ماشي تهرب. كتحاول تهرب يعني من داك الواقع، ولكن داك الواقع راه كاين. خاصك تواجه البشر، تواجه كحل الراس. خاصك تكون سبع مالا كنتي ظريف في هذا الزمان ياكلوك الدياب. الا كنتي زعما كاينه دريويش كانت فيك الرحمه وكانت فيك والله تياكلوك الدياب. هي هذيك. نعاودوا دابا على الاجراءات ديال الطلاق، كيفاش تبدا الطلاق وشنو. كما قلت لكم راه داكشي راه